السلام عليكم على احلى مشاهدين. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل الكبده بالثوم والفلفل بطريقه سهله جدا، ما بتاخدش منك اي وقت خالص، يعني في دقايق معدوده بتبقي مخلصاها. يعني بجد الوصفه دي حلوه قوي قوي، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. وعايزه اوريكم بقى هي قد ايه مستويه، وما خدتش معايا يعني اخدت معايا حوالي 7 دقايق على النار، يلا بقى، او 10 دقايق بالكتير. نخش بقى بينا على الوصفة. معايا هنا 4 حبات من الفلفل الرومي. انا مستخدمة فلفل اخضر، استخدمت فلفل رومي، استخدمت 4 حبات. ومعايا كيلو الا ربع من الكبدة، يعني انا استخدمت 4 حبات على كيلو الا ربع من الكبدة، او ممكن تستخدميها على كيلو من الكبدة. هقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، يعني شرايح طويلة، تمام. وبعد كده بقى هقطع معاها قرن فلفل حامي، ده اختياري ممكن تستغني عنه. انا كمان قطعت 3 ارباعه بس، لان لقيته كان كان حامي قوي وشطة، فقطعت 3 ارباعه بس، تمام. وكان مخلي معايا الكبدة سبايسي وحلوة قوي. آه بس كده هقطع بقى قرن كده، وده اختياري ممكن تستغني عنه لو اطفالك ما بيحبوش الايه الشطه. هبدا بقى هنا معايا كيلو الا ربع من الكبده، بشيل طبعا الجلده اللي بتبقى من على الوش كده، اي حتت زياده جلد، اي حاجه بنتخلص منها. وكمان بيبقى في قشره كده من على وش الكبده برضو بتخلص منها. وابدا بقى هقسم الكبده معايا نصين كده زي ما انتوا شايفين، وهقطعها برضو صوابع نفس شرايح كده زي الفلفل الاخضر. يا ريت لو اول مره تشاهدي قناتي ما ننساش نعمل اشتراك في القناه ونفعل الجرس بالكل عشان يوصل لكم كل فيديو باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما ننساش نعمل لايك للفيديو. هبدا بقى هقطع الفيديو زي ما انت هقطع ال الكبده زي ما انتم شايفين كده معايا. هقطع دي برضو كده نصين، وهقسمها بقى شرايح. ما بتاخدش معاك اي وقت خالص، يعني الوصفه دي من الوصفات السريعه اللي ما بتاخدش وقت خالص. بينفع بقى جنبها بطاطس محمره، ممكن نحط جنبها طحينه، نعمل سلطه طحينه، فبتنفع جنبها حاجات كتير اوي. ممكن مكرونه بالصلصه، فهي من الوصفات الحلوه، او ممكن تنفع وحدها كده مع الكاتشب ومايونيز بس، سندوتشات. هبدا بقى احط التوابل بتاع الكبده. انا بحب اتبل الكبده قبل ما اقليها، يعني قبل ما احمرها. بحط هنا معايا معلقه كبيره من الكزبره، معلقه من الثوم البودر صغيره، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الكمون. بس مش هحط اكتر من كده، وهحط بقى معلقه صغيره من الملح. هقلب بقى، مش لازم ان احنا نحطها في التتبيله شويه كتار، لا، انا بمجرد ان انا بتبلها وبال السمن ما يسخن معايا على النار وببدا احطها على طول، مش بحطها في التتبيله. بس انا ممكن كمان انت تشوحي الكبده الاول وبعدين نبدا نحط الايه التتبيله. انا معايا هنا بقى راس من التوم كبيره كده مقشراها، هحط عليها معلقه برضو كزبره وهفرمها في الخلاط. تمام. هبدا بقى هنا معايا معلقه كبيره من السمنه على شويه من الزيت، وهبدا هنزل بالكبده اللي انا تبلتها. طبعا ممكن ندي تشويحه للكبده وبعد كده نتبلها، بس انا بحب اتبلها الاول. في الحالتين هيطلعوا هتطلع معاكي ممتازه، بس انا بحب اتبلها الاول عشان التتبيله تمسك فيها، تمام. هبدا بقى ان انا هنا هديها صدمه، اخلي السمن يسخن معايا والزيت، اول ما يسخن معايا هبدا اديها صدمه وتبقى على نار عاليه. بعد كده او مش هقلبها خالص، اول ما بحطها ما بقلبهاش، بس بقى تاخد لون، وبعد كده ابدا ان انا هقلبها. بعد بقى ما تاخد معايا لون كده ومن كل الجوانب، هبدا انزل بالمعلقه كبيره من الثوم المفروم اللي فرمتها مع معلقه الكزبره. هنزل بمعلقه الثوم وهقلبها، واول بقى لمده دقيقه بس كده هقلب الثوم مع الكبده. بس الثوم هتطلع ريحته، اول ما يطلع ريحته هبدا هنزل بيه الفلفل اللي احنا قطعناه معانا. الطريقه دي حلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هبدا بقى ان انا هنا هحط الفلفل، معايا الفلفل اللي انا قطعته اهو. هبدا ان انا هقلبها. طبعا هنا بقى في المرحله دي خلاص الكبده يعني 90% استوت،
هي دقيقتين بس وهطفي عليها. ففي الدقيقتين دي بوطي عليها النار خالص وبغطيها بغطا. ليه؟ عشان الفلفل معايا يستوي شوية، يكون مستوي معايا شوية. فعشان الفلفل يستوي معايا هبدأ بان انا هغطيها عشان السخونة كده والبخار بتاع الكبدة يخلي الفلفل يعرق معايا ويبقى مستوي. تمام. هغطيها في المرحلة دي وهسيبها لمدة دقيقتين وخلاص كده تبقى استوت. اخر مرحلة بقى انا بعملها في الكبدة هو ان انا بحط شوية من الخل وبحط عصير ليمونة او عصير ليمونتين. انا حطيت هنا عصير من الليمونة ونص، يعني حطيت ليمونة ونص. لو ليمونة حجمها كبير بنحط ليمونة واحدة بس. هنا حطيت شوية من الخل، يعني حوالي ربع كوباية خل كده او 3 معالق كبار من الخل، وهبدأ اعصر الليمون. خلاص بقى في المرحلة دي الكبدة هي دقيقة واحدة بقلبها كده مع الخل والليمون على النار وبطفي عليها النار وبتبقى جاهزة معايا. زي ما انتوا شايفين كده معايا عصرت الليمون، هديها بس تقليب على النار وهطفي عليها كده هتبقى جاهزة معايا. ياريت بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. شايفين بقى الفلفل عمل معايا ازاي؟ خلاص انا غطيته فاستوى معايا بقى زي ما قلت لكم كده. خلاص كده بقت جاهزة معايا. هبدأ بقى احطها في طبق التقديم وبألف هنا وشفا. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. متنسوش تعملوا تكتبوا لي في التعليقات لو الطريقة عجبتكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد في مطبخي مع اسماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.